السلام عليكم ورحمة الله. أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج أحمد عطاف أن الرئيس عبد المجيد تبون يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد، وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة لارتقاء فعاليا بالعلاقة الجزائرية التونسية إلى أسمى المراتب المتاحة، والاهتداء على الدوام لما فيه خير البلدين والمنطقة والجوار الإقليمي. كما أشار وزير الشؤون الخارجية أحمد عطافة إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق حركية جدا إيجابية تعيشها العلاقات الجزائرية التونسية، مؤكدا أن اللقاء شكل مناسبة ثمينة لتنويه بالأشواط النوعية التي قطعها البلدان معا خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيه الرشيد للرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد. عطاف أضاف أيضا في تصريحه الإعلامي بعد استقباله بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية بعد استقباله من قبل الرئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد، حيث سلمه رسالة خطية من طرف أخيه الرئيس عبد المجيد تبون أنه ومن هذا المنظور فإن الجزائر وتونس تسيران بخطى ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاه الأصح نحو تثمين فرص التعاون والتكامل وتقوية اللحمة الاجتماعية بين الشعبين وتعزيز التوافق السياسي البيني للتأثير على مجرى الأمور إقليميا ودوليا.